السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مريض سكر ومطلوب منك تعمل FBS BBS اللي هو السكر صايم فاستنج بلاد شوجر وبوست برانديال شوجر، ومش عارف ايه الشروط اللي انت محتاج تطبقها قبل ما تروح المعمل عشان تعمل التحليل، او دي الخطوة الاولى ليك في مجال التحاليل الطبية الفيرست ستيب، وبرضه مش عارف ايه الشروط اللي هتقولها للمريض. ركز معايا وهقول لك. يلا بينا. اولا علشان تجهز نفسك لتحليل السكر الصايم والفاطر مطلوب منك تجهز نفسك للسكر الصايم. اول حاجه محتاج تصوم من 8 ل 10 ساعات، بنقول احيانا من 8 ل 12 ساعه، بس خليك في 8 ساعات صيام عن الاكل والشرب وكل الحاجات دي. لا، تقدر تشرب ميه طول فتره الصيام مفيش اي مشكله. يفضل صيام النوم اثناء النوم، فتره النوم وتصحى الصبح تروح المعمل تكون صايم 8 ساعات، تشرب ميه براحتك خالص جدا. حاول قبل الفتره اللي قبلها تقلل من التوتر والاجهاد، ما تعملش اي روتين، ما تعملش اي تقليل في الاكل او اي شروط خاصه. انت صوم عادي خالص، خليك بطبيعتك قبلها وصوم 8 ساعات وروح المعمل. سحب منك عينه الصايم، خلاص انتهت عينه الصايم. بعد السحب مباشره مطلوب من حضرتك ان انت تفطر فطارك العادي جدا ويتحسب لك ساعتين. نقول ان احنا مطلوب مننا سكر فاطر بعد الاكل بساعتين، بوست برانديال بلاد شوجر. طيب السكر الفاطر بعد الاكل بساعتين، يبقى اذا سحبنا عينه الصايم، المعمل سحب عينه الصايم، حضرتك هتفطر فطارك العادي مباشرة بعد الصيام وسحب العينة. مش هتفصل الفترات، لا، بعد الصيام مباشرة وسحب عينة الصايم مطلوب منك انت تفطر فطار طبيعي جدا. وبداية من اول ما تبدأ تاكل اول لقمة من الفطار بتاعك هيتحسب لك الساعتين، لا مش بعد ما تخلص اكلك، لا، اول ما تبدأ اول لقمة من الاكل بيبدأ حساب الساعتين اللي بعدهم مباشرة بيتسحب عينة الفاطر. مدة اكلك اللي انت هتفطر فيها مش هتقعد تفطر طول الساعتين، لا، مطلوب منك ان انت تفطر خلال ربع ساعة ماكسيمم. اقعد تفطر في خلال ربع ساعه تكون فطرت وخلصت فطارك. نكمل بعدها ساعه و45 دقيقه اللي هي تكمله الساعتين، يبقى اذا بعدها مباشره بيتم سحب عينه السكر الفاطر. وكده دي تكون شروط الصايم وشروط الفاطر. اهم نقطه بدايه الحساب الزمن بتاع الساعتين، اول ما تبدا تاكل مده الاكل بتاعتك ما تتعداش الربع ساعه، وتاكل اكلتك العاديه، لا تزود ولا تقلل. والمعمل هيقوم بسحب عينه الفاطر بعد انتهاء الساعتين مباشره، وان شاء الله تكون النتيجه مطمئنه. النورمال بتاع السكر الصايم اب تو 110، من 110 ل 126 بنقول الحاله هنا لو النتيجه 115 وهكذا بنقول النتيجه دي حاجه اسمها بري دايابيتيك، يعني الحاله دي ما بين البنين. ما حدش بيقدر يشخص السكر من تحليل سكر صايم وفاطر، ولكن بنحتاج ان احنا نتابع الحاله ونخفض من اكلنا في السكريات. السكر الفاطر النورمال بتاعه اب تو 140 مللي جرام بر ديسيليتر، وتكون دي النورمالات. ربنا يعافينا جميعا ويحفظنا. كده انت عرفت الشروط بتاعه الصيام والفطار، ولو في اي حاجة مش واضحة اسألني وارد عليك. سلام.